مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في استاد النيل الأزرق، ونحن ننقل لكم لقاء الأمل عطبرة أمل السودان فهود الشمال في لقاء في دور ال 32 أمام فريق ساليتاس البوركيني في منافسة الدور الأول للكونفدرالية. نسعد كثير أنه ننقل لكم هذه المباراة وهذا الاستوديو التحليلي، وفي معيتنا الكوتش الهادي آدم اللي حيكون معنا خلال زمن الاستوديو والمباراة. مرحبا بك كوتش الهادي. مرحبتين اخت مير. مرحب بكل مشاهدي قناه النيل الازرق، وان شاء الله يكون كرعنا خضر الليله على الامل. أمل الشمال، أمل السودان، أمل عطبرة يخوض هذه المباراة بعد تفوقه على الفريق الزنزباري بالفوز ذهابا وإيابا. في الخرطوم تفوق بهدف، وفي زنزبار في 3 أهداف. نتيجة كبيرة جدا كانت لفريق الأمل، 4 أهداف في دور ال64. الأمل أحد الفرق السودانية التي لم تغادر من التمهيدي خلال المشاركات اللي شاركتها في الفترة السابقة. أعتقد أنه الأمل قدامه فرصة كبيرة أنه يمضي في هذه البطولة قياسا على ما قدمه من مردود في الدور الأول أو دور التمهيدي. طيب، ده بيرجعنا انه نقول الامل داخل هذه البطوله بعد غياب 12 سنه او 11 سنه، جايبه معنويات كبيره. انا افتكر الغياب ده كان ممكن نقول على استراحه، استراحه ترتيب اوراق، استراحه ترتيب بيت الامل الداخلي. الامل منذ بدايه الموسم ادانا احساس وادانا يعني شكل بتاع اداء مختلف تماما. منذ الاسبوع الاول الامل كان هو في الصداره، او تقريبا الاسبوع الثاني او الثالث كان هو في صداره المنافسه، الى قبل نهايتها باربعه خمسه اسابيع هو كان في المركز الثاني. ده كله كان مجهود كبير جدا من قبل مجلس الاداره، من قبل اللاعبين، من قبل الجهاز الفني. كل اللي في النهايه بيخط في بطاقه تمثيل افريقي. لم يتهيب المشاركه بعد غياب، قدم مردود ممتاز جدا امام كي في زد، فوز داخل الارض، فوز خارج الارض. كل هذه المعنويات الكبيره جدا اللي صادفت اداء الامل في هذا الموسم يحملها في مباراه اليوم امام فريق ساليتاس البوركيني. انا صحيح. بقول يعني فريق الامل لم يتهيأ المشاركه، صحيح، خاصة وبالتالي انه اخر مرة شارك كان 2012، نعم 8 سنوات من الغياب. نعم اول مشاركة كان في 2010. الناس تخوفت على الغياب الافريقي الطويل ان يكون تاثرت، يعني طبعا موضوع الخبرة واللعب الافريقي والوجود خلال المنافسة الشرسة، ولكن الامل كسر كل التوقعات، حقق نتيجة طيبة. ما يخشى على الامل في هذه المباراة التفاؤل الزايد او روح الانتصار او سقف الطموح اللي ارتفع عند الجماهير بانه لابد انه الامل يحقق نتيجة ايجابية في هذا الدور. بكل تاكيد، خاصه ونحن هذه المرحله بالذات برضه مرحله صعبه. يعني مرحله البلوغ الدور ال 32 مكرر هي بتعادل مرحله التمهيدي برضه نوك اوت. يا اما خشيت دور ال 32 مكرر يا اما خرجت من المنافسه. هي برضه يعني الامل في محك صعب جدا، لازم يفوز بمجموعه المباراتين حتى يتاهل لدور ال 32 ومن ثم يتاهل للمجموعات. صحيح. يبقى هي مباراه يعني لا تقل اهميه عن مباراته امام كي في زد الاولى والثانيه. صحيح. يبقى كل ده يكون احساس اللاعبين، يكون احساس الجهاز الفني، يكون احساس الاداره، فانه هذه المباراه مهمه بمكان، في انها هي اللي بتوصلك للمواصله في مشوار الكونفدراليه. عشان كده الامل اليوم بيدخل مباراه انا افتكر حسابات ممكن نقول عليها برضه دقيقه. ادى سلسله من التجارب الاعداديه، طمأن نفسه وطمأن القاعده الاملاويه والقاعده السودانيه بصفه عامه، فانه الامل يعني حضر نفسه لهذه المباراه تحضير جيد من خلال سلسله من الاعداد، امام مباراه امام الهلال، امام المريخ، امام الخرطوم الوطني. دي كلها مباريات انا افتكر، او امام الهلال الأبيض. كل هذه المباريات هي بتصف في اداء، في يعني تثبيت التشكيل، في تغطيه المشاكل اللي كانت حدثت سواء كان في المباراه الاولى او الثانيه، تصحيح الجوانب الهجوميه. كل هذه الاشياء انا افتكر كفاح وصل لها بمعيه طاقم المعاون. اليوم حظوظه تكاد تكون كبيره في انه يتجاوز عقبه الساليتاس، لانه كلنا نعلم انه بوركينا فاسو ممكن نقول الاداء فيها على مستوى المنتخبات يعني جيد جدا. جيد. على مستوى الانديه نحن ممكن نكون الافضل. يبقى دي واحده برضو من الاشياء اللي ممكن احنا اليوم نعتمد عليها كثير في انه هو نتجاوز. على صعيد الأندية نحن الأفضل ربما، ولكن الخطورة في إنه بوركينا فاسو منطقة مقفولة. الكرة عند لدى السودانيين بالنسبة لبوركينا فاسو كرة يعني غامضة. غير ما في معروفه. ما لعب ما تبارت معنا أندية كثيرة من بوركينا.
حتى نقف على مستواها، ليس على منطقة شرق وسط أفريقيا أو غرب أفريقيا المعروفة، الأندية اللي دائما تتبارى معنا سواء كان من الكاميرون أو نيجيريا أو من غانا أو تنزانيا أو أوغندا أو ما إلى ذلك. بوركينا فاسو قابلناه على مستوى المنتخبات، ما قابلناه على مستوى الأندية. يعني أنا متأكد على مستوى الأندية ما أظن جانا فريق من بوركينا فاسو، لكن على مستوى المنتخبات على الأقل في المدى القريب. نعم، حتى بطولة يعني كان مشارك فيها السودان اللي نال فيها أظن المركز الثاني أو الثالث، في نهايتها كان في بوركينا فاسو. ما أذكر التاريخ، لكن ما قبل 14 أو 15 2014 2015. وبالتالي أقول يعني بوركينا فاسو بالنسبة لنا هي فعلا كتاب مغلق وليس مفتوح. لكن كرة القدم الآن ما صعب فأنك أنت تتعرف على الفريق الآخر، على خصمك. فريق ساليتاس يمتلك أكثر من عنصر ممتاز، يعني حسب ما طالعنا في الوسائط فإنه أكثر من عنصر يجيد اللعب، إذا كان على مستوى الظهير الأيسر، على مستوى الارتكاز، على مستوى خط المقدمة الهجومية. يعني في 3-4 لاعبين هم ديل يعني حسب ما جاتنا من معلومات فإنهم الأخطر في فريق ساليتاس، واللي يجب أن يلقوا الحذر والتغطية والرغابة. مباراة اليوم مطالب كفاح فأن شباكه لا تهتز، ده الطلب الأول. والطلب الثاني فأنك كيف تحرز هدف. إحراز هدف بيغنيك يعني وبيخليك أنت عندك قدم ثابتة للمباراة الجاية. كل ما زدت غلتك من الأهداف، كل ما صعدت المهم من الفريق الآخر. نتطلع في فوز عريض لليوم لفريق الأمل، نتطلع في أن شباكنا تكون نظيفة، أكرم ورفاقه يكونوا على الموعد. ممكن نقول برضو فريق ساليتاس من خلال مشاركته في هذه النسخة وتخطيه في الدور التمهيدي، نعم يعني ممكن نقول فريق برضو مسلح بمعنويات جيدة. ممكن نقول لأول مرة نسمع بهذا الفريق على المستوى الكونفدرالية، ما سمعنا به في الموسم الفائت على أقل تقدير، ممكن شارك من قبل، لكن في هذا الموسم أو الموسم السابق لم نسمع بفريق ساليتاس، وبالتالي ممكن نقول فريق مغامر. نعم، من الفرق المغامرة. هو إذا نظرنا إلى نتيجته اللي اجتاز بها دور 64 بالتعادل خارج أرضه أمام أشانتي جولد سمى الفوز على أرضه 2-1، ده مؤشر لأنه حقق نتيجة خارج أرضه، حافظ على شباكه، ولكن استقبلت شباكه هدف على أرضه. وهذا يعني أنه ربما تكون هذه المباراة هي الأهم بالنسبة للأمل في أنه يحقق نتيجة طيبة، وكما ذكرت يحافظ على نظافة الشباك لأنه دي معبره إلى دور ال 32 مقرر. برضو لو رجعنا نتيجته في الدور التمهيدي، فريق أحرز هدفين وقبل هدف، معناته عنده إشكالية في الجانب الدفاعي، عنده إشكالية في الجانب الهجومي. طالما أنت بتستقبل داخل أرضك معناته عندك إشكالية في الجانب الدفاعي، طالما أنت قلتك من الأهداف ضعيفة برضو عندك إشكالية في إحراز الأهداف. برضو ممكن جوانب في مباراة واحدة لن نستطيع أن نقيس، هي طبعا ما ممكن لأن دي بدايات، ظروف بداية ال 64 ربما أكثر الدوريات لم تبدأ حتى الآن في الدول الأفريقية قياسا على كوفيد 19 اللي عطل كل الدوريات، لكن بتدينا مؤشر بتاع شكل أداء. لأنه لو قست بالأمل، الأمل في مباراته الأولى برضو كان مفترض يفوز ب6 أهداف، فاز بهدف وحيد للأهداف. الأمل في المباراة الثانية يعني الناس كانت متخوفة أنه الأمل يستقبل أهداف، لكنه فاز بالثلاثة. يبقى كمؤشر عام ممكن نقول الفريق ده عنده إشكالية في الجوانب الهجومية مثل ما عنده إشكالية في الجوانب الدفاعية. نعم. إذا نذهب إلى هذا التقرير ونتابع ماذا يقول عن لقاء الفريقين. يلعب كرة جول بمعنويات التأهل السابق على حساب كيكوس الزنزباري، ووقفة قوية خلف الفريق من الوسط الرياضي في السودان، يأمل فريق الأمل عطبرة وضع قدم في دور ال 32 مكرر من كأس الاتحاد الأفريقي من خلال مواجهة فريق ساليتاس البوركيني في ذهاب دور 32 اليوم الثلاثاء على ملعب الهلال. أمل عطبرة الذي يشارك في كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الثالثة وبعد غياب 8 سنوات بعد مشاركتي 2010 و2012 لا يعتبر التأهل من الدور التمهيدي إنجازا جديدا بالنسبة له. فهود الشمال وخلال أول مشاركة في العام 2010 نجحوا في الوصول إلى دور 16 قبل أن يودع الفريق على حساب الجزائري شباب بلويزداد، ونجح وقتها مهاجم الفريق الطاهر حماد في تسجيل 5 أهداف في تلك النسخة ليصبح هدافا لفريق الأمل عطبرة في البطولات الأفريقية. وفي نسخة 2012 تأهل الأمل عطبرة أيضا إلى دور 16، ويعتبر النادي السوداني الوحيد الذي لم يغادر البطولات الأفريقية في الدور التمهيدي خلال مشاركاته الثلاثة.
الأمل الذي تأهل لدور 32 على حساب فريق كيكوسي الزنزباري بنتيجة الفوز ب4 أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، وأهدر انتصارا عريضا في جولة الذهاب بأم درمان يخطط جهازه الفني للاستفادة من الأخطاء السابقة وحسم بطاقة التأهل من الخرطوم، مستفيدا من قدرات مهاجميه بهاء الدين وعادل الفجر، خلفهم كابتن بشير. الرابع بطولة الدوري الممتاز في السودان 2019-2020 يجد دعما وسندا كبيرا من القاعدة الرياضية في السودان لمواصلة مشواره في البطولة الكونفدرالية، وبادر نادي الخرطوم الوطني بتقديم دعم مالي للأمل للمساعدة في مشواره الأفريقي، بينما سابق بعض الرياضيين في السودان لتوفير السند للنادي. قائد المنتخب الوطني الأول سليم سخر من خبراته في المرحلة السابقة وقاد الأمل إلى الانتصار خارج الأرض بعد أن سجل الهدف الأول من ركلة حرة تسبب في ثبات زملائه وتقديم مباراة أفضل من جولة ملعب الهلال والعودة بالانتصار 3-0، ويسعى إلى تكرار إنجازه في الوصول مع الأمل للمجموعات كما فعل مع فريقه السابق نادي المريخ. منافس الأمل فريق ساترايس البوركيني تأهل إلى المرحلة الحالية بعد الفوز على شانتي جولد بعد التعادل في غانا بدون أهداف والفوز في بوركينا فاسو ب2-0. المهمة لن تكن سهلة، وبداية الأمل من أم درمان هذه المرة، وإن نجح الأمل سابقا في التأهل من خارج ملعبه. هذا التقرير كوتش الهادي يمكن لابد أن نركز على جوانب مهمة ذكر التقرير. طاهر حماد كان هداف في مباراة واحدة، كان بالإمكان بهاء الدين حسين لاعب الأمل أن يكون هدافا نعم. من يعني مباراة الأولى لما أضاع مهرجان للأهداف في المباراة الأولى، وبالتالي يمكن قدامهم فرصة إنه يكون يعني هداف هذه المرة. قبل دقائق شاهدنا لقطات من ملعب المباراة يمكن يعني ستنطلق بعد دقائق ويظهر الملعب الآن. يمكن فريق عمل القناة يستعد لنقل هذه المباراة لكل السودان يعني كل الجمهور الرياضي اللي بينتظر الأمل، وخصوصا الجمهور العطبراوي. تحية لكل الرياضيين وكل أهل عطبرة وكل الجمهور السوداني اللي بيتابع أمل السودان اليوم. المخرج ناجي رادي وفريق النقل المباشر يستعد لمدنا بالمباراة بعد دقائق. كما ذكرت في البداية إنه كان بالإمكان إنه الأمل مرة أخرى يحقق إنجاز 5 أهداف في المباراة إذا أحسن رماة التعامل في مباراتهم الأولى، وتبدو الفرصة سانحة اليوم إنه يحققوا نتيجة جيدة تكفيهم أي متاعب يمكن أن تقابلهم في مباراة الرد بعد يعني أيام. ويقف خلف الفريق في حراسة المرمى أكرم الهادي بخبرته الكبيرة. أكرم كان هو مفتاح الانتصار في المباراة السابقة، إضافة لأنه ربما لا تختلف التشكيلة كثيرا عما كانت في المباراة الأولى. بكل تأكيد يعني مباراة اليوم زي ما قلنا هي مباراة استفتاحية، وأكيد برضو هي مباراة الأولى، مباراة كيفي زيت الأولى عالقة بأسهان كل اللاعبين. ومميز فريق الأمل أنه البحر أهداف أكثر من لاعب. نعم، يعني 3 لاعبين الآن أحرزوا الأهداف، ألوك أكيج وعادل وعاجل الفجر وأكرم وفي بهاء الدين حسين. وبهاء الدين يبقى عندك أكثر من عنصر بيحرز هدف، دي برضو تكون ميزة من الميزات. ما في أنانية، معناته الكل ممكن يشارك في إحراز الأهداف. فريق ممكن بيستقبل أهداف إذا كان داخل أرضه أو خارج أرضه، سهل جدا أنك أنت تهز شباكه. والميزة الجيدة بأنه شباك الأمل حتى الآن لم تهتز، دي برضو واحدة من الثوابت اللي ممكن نبني عليها. فأنه فريق الأمل يعني جانبه الدفاعي أو المنظومة الدفاعية لفرقة الأمل جيدة بقيادة أكرم الهادي سليم وخط الدفاع كله المشارك في هذه المباراة. نتمنى أنه يعني حدارين نشوف هداف للكونفدرالية من السودان، ودارين نشوف هداف للأبطال من السودان، وما بعيد. يعني احنا عندنا أكثر من لاعب في الفرق الأربعة يعني شريهين بالوصول حساسين امام المرمى وقادرين على التعامل مع الكرات في 3 بتاعت التوفيق وحته بتاعت يعني درهم حظ زي ما بيقولوا، على اساس انه احنا نكون حظوظنا كبيره في هز شباك الخصوم. مباراه برضو بتلعب في استاد الهلال انا افتكر وعصرا، ممكن الاجواء مثاليه
اجواء الان شتويه في السودان يعني او بارده، ما فيها سخانه، يعني اللاعبين ممكن يأدوا فيها بصوره ممتازه جدا. هي ممكن تكون محفز جيد للاعبي الامل في انه يعني يبذلوا اقصى ما عندهم من جهد حتى يعني يسهبوا في رحله بتاعت سياحه في مباراه الذهاب ان شاء الله. اليوم يحققوا انتصار كبير، يعوضوا الخمسه ضاعت في مباراه كيفي زد في مباراه اليوم، ويمشوا سياحه لبوركينا هل فاسو. تعتقد انه سيغير في تشكيل المباراه كثيرا، خاصه انه كفاح ربما المباراتين الاوائل اعطوه خارطه الطريق في ثبات التشكيل او ثبات العناصر التي يمكن ان تشارك في مباراه اليوم؟ والله ما اعتقد يكون في تغيير، لانه فرقه تجانست وكفاح ذاته استطاع انه يعمل توليفه جيده. هذه التوليفه فيها نوع من الهارمون الكبير جدا اللي خلى اللاعبين يعني يشاركوا في كل المباريات بمستوى ثابت، يعني ما في تدني في مستوى الاداء. جرعه بدنيه جيده، الان معهم كابتن فتحي بشير مشرف على الجوانب بتاعت اللياقه البدنيه، انا افتكر دي واحده برضو من المكاسب الكبيره جدا اللي استعاض بها كابتن كفاح كمل بها طاقمه الفني. ممكن ثبات التشكيل، الجرعه البدنيه الجيده، كلها دي ممكن تكون من الاشياء اللي المثاليه في فريق. شايفه انه برضه بالامس في التدريب الختامي للفريق كان في برضه جزء من المحاضرات في الطب الرياضي النفسي، دكتور الفاتح حاضر اللاعبين، وكان في حضور جماهيري ورسمي كبير في التدريب الختامي. هل تعتقد انه ثبات التشكيل ده يعني انه ربما يلعب بذات التنظيم اللي لعب به المباراه الاولى؟ ثبات التشكيل، وانا افتكر الدكتور نحييه تحيه كبيره جدا الدكتور الفاتح حسين، ظل يقدم خدماته للانديه المشاركه، ودي انا افتكر دي المحاضره الرابعه والخامسه يقدمها لفريق الامل العطبراوي حسب طلب الاداره والجهاز الفني، وانا افتكر افادت الفريق، وشفنا يعني قله الانذارات وقله التوتر وقله الصدام مع الحكم وانصراف للعبه الكوره. انا افتكر دي كلها اشياء مهمه جدا، المعد النفسي، المعد البدني، المعد النفسي زائد المعد البدني. يبقى الفاتح حسين بيقدم في خدمات جليله لفرقه الامل، واستفاد منها كثير جدا في المباراه الاولى والمباراه الثانيه في الدور التمهيدي، واليوم اكيد برضه حتتعكس في مستوى اللاعبين. تثبيت التشكيل برضه فيه نوع من تثبيت الاداء، لانك انت كل ما ثبت تشكيلتك كل ما اللاعبين هو يحتاج طبعا انه يلعب تشكيلة هجومية أو بتنظيم هجومي بحساب أنه عايز يحقق انتصار يكفيه في مباراة الرد. لكن هل تعتقد أنه ده يكون من الدقائق الأولى أم حيلعب بحذر وتوازن حتى يستكشف خصمه؟ وطبعا الربع ساعة الأولى فيها هي ربع بتاعت استكشاف، شوف الفريق الآخر بيهاجم كيف وبيدافع كيف ومستوى الأداء الضعف وين والقوة وين، على ضوء كده أنت بعد ده بتحرك لعيبتك، لكن ما بكون في اندفاع هجومي من الدقيقة الأولى، حتى أنه ما أنت ما عارف الفريق الآخر ده شكله شنو. يعني أكيد فريق الضيف حيلعب بدفاع المنطقة ويلعب على الهجمة المرتدة، وأنت حتهاجم على سنه يعني بكلياتك. الهجوم بالكليه معناته انتشار حيكون عشوائي، حيستفيد منه الفريق الاخر، لو في ثغرات حصلت ممكن يستفيد منها. يبقى نحن دايرين التوازن في شكل الاداء، التوازن في الطلعات الهجوميه، الانضباط التكتيكي والوظيفي يكون حاضر، فكر اللاعبين لازم يكون مطابق مع فكر المدرب، كيف نهاجم ومتين دي متروكه للفريق الاخر وشكله اللي حيقدموه في بدايه المباراه. نتيجة مباراة الأمل الأولى أمام الفريق الزنزباري حاضرة في أذهان اللاعبين بحسبان أنه أنت تتأهل بنتيجة جيدة للدور الآخر في ظل غياب الجمهور من المدرجات، ولكن هناك إجماع كبير من الشارع الرياضي ووقفة صلبة مع الأمل. أعتقد الأمل يدخل المباراة في روح معنوية جيدة. احنا يمكن سنجيب على هذا السؤال ولكن بعد فاصل إعلاني ثم نعود. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود للاستوديو التحليلي كوتش الهادي. قلنا انه الروح معنويه كبيره بيدخل بها الفريق الامل لهذه المباراه، تعطيه دافع معنوي كبير، استعداد وحرص اكبر على الفوز. وكنت اكيد وده برجعني لكلامك القبيل، فانه مجموعه من انصار الامل كانت حاضره في التدريب الختامي، وانا افتكر الامل محل ما يذهب جمهوره يكون معه، وكان عندهم يعني برضه يعني ظاهره في الموسم الفائت عندما عوقب الأمل بمباريات بدون جمهور ل3 مباريات أو 4 مباريات داخل أرضه، كان الجمهور بيجي بيقطع التذاكر وبيورد القروش لصالح النادي. أنا أفتكر دي روح كبيرة جدا لجمهور الأمل اللي بيساهم بدرجة كبيرة جدا في المحافظة على الجوانب النفسية للفريق والمعنوية للفريق. أنا أفتكر دي واحدة من الأشياء اللي بتخلي اللاعبين يقاتلوا داخل أرضية الملعب بشكل كبير جدا ويحققوا الانتصار
عشان يفرحوا جمهورهم. زي ما قلنا برضو المحاضرات النفسية لها دور الكبير جدا في تذليل كثير من الأشياء اللي ممكن تكون عالقة في أذهان اللاعبين، وتخلي اللاعبين ينصرفوا لأداء مهامهم داخل أرضية الملعب، وسهل المهمة لجهازنا الفني وللحكم في نفس الوقت. وشفنا المباريات اللي أداها فريق الأمل في الدور التمهيدي خلت من البطاقات تقريبا، ما كانت في بطاقات تذكر. اللاعبين كانوا بيأدوا بروح جيدة جدا وبثبات انفعالي داخل أرضية الملعب. دي كلها من الأشياء الإيجابية المحفزة لفريق الأمل ولاعبي الأمل في أنه يقدموا أفضل ما عندهم، رغم أنه فريق الأمل برضه فقد عديد العناصر، لكنه في النهاية أنا أفتكر البدلاء موجودين. اللاعبين اللي رجعوا لفرقة الأمل زي أبو قاسم، زي يعني جدو كومر، هؤلاء اللاعبين موجودين واستطاعوا أنه يخلقوا يعني أجواء جيدة مع زملائهم القدامى. إذا يعني أعتقد أنه 90 دقيقة ستكون حاسمة بالنسبة للأمل في هذه المباراة، يعني بذل أكبر مجهود ممكن من أجل الفوز في هذه المباراة. الآن ننتقل إلى ملعب استاد الهلال، ملعب الجوهرة الزرقاء، لمتابعة لقاء الأمل وفريق ساليتاس البوركيني بصوت الزميل المعلق سيف بركة مع فريق الأمل. هذا اللقاء مساعد أول ليبان عبد الرازق، مساعد ثاني راشد واعز، وحكما رابعا صدام منصور، ويراقبها سيليسيو جوبا جنوب السودان. هذه ركلة ثابتة لساليتاس. ساليتاس دائما ما يعمل نتائج إيجابية خارج الديار، لذلك على الأمل الحيطة والحذر. هم يدركون تماما بأن المباراة صعبة، يدركون تماما بأن الأمور اليوم لابد أن تسير في الاتجاه الصحيح. هذه ركلة ثابتة ملعوبة أمامية تبحث عن الراسية، والراسية مرت خطيرة والدفاع خطيرة من ساليتاس، ولكن في اللحظة الأخيرة عابدين إسماعيل تدخل بعد راسية ولعبت على حدود منطقة الجزاء. نعم، أبعد دفاع نادي الأمل. هذه كرة ملعوبة لساليتاس وحاول تراوري لكن بعيدة، مرت إلى خارج الميدان. رمية تماس لفهود الشمال. كانت ملامح هجمة خطيرة لفريق الساليتاس البوركيني، علما بأن الأمل حصل على ركلة ركنية مع بداية الماتش. هذه حاليا تقريبا حوالي 8 دقائق على بداية المباراة. تعادل بدون أهداف. بهالدين حسن، وبهالدين يمر في وسط الميدان ألوك أكيج، وأكيج من لمسة عابدين. هذه عابدين إسماعيل في الجهة اليمنى، يرجع يمر لألوك. ألوك عايز يعدي، عدى مرة لكن ضغط عليه ورجعت مقطوعة. شوف الصراع سيكون كبير خصوصا على المستوى البدني. تلعب على كفاح، لعب 4 مباريات ودية. ادي ابراهيم جعفر وابراهيم خرطوش من ابراهيم. ادي اول تسديده في الماتش من ابراهيم جعفر الشمال، اللاعب السابق لنادي الاهلي الخرطوم ولاعب المريخ الاسبق. تسديده من وسط الملعب ذهبت سهله في احضان الحارس رابن عثماني. واحد من الحلول الفرديه اللي ممكن يلعب عليها التسديد من خارج منطقه. هذه كره ملعوبه من تراوري من لمسه يفتح جبهه لعب، لكن مرت بعيده على ميشيل اوجو، مرت الى خارج الميدان. رميه تماس. الأمل الضراوي لعب أمام كيف زد الزنزباري، فاز عليه بهدف لبشير الذي يغيب عن هذه المباراة. كابتن بشير بسبب وفاة والدنا الله هنا راجعون، ربنا يتقبل قبول حسن. كابتن بشير يغيب عن هذا اللقاء، علما بأن الأمل فاز إيابا هناك في زنزبار بثلاثية نظيفة. مكرر الانتصار فريق الأمل. أكرم الهادي سجل أول حارس مرمى سوداني يسجل في البطولات الافريقيه، بطوله كاس الاتحاد الافريقي. هذه انطلاقه اماميه وهذه خطيره الامل. ترجع مره ثانيه، حاول يساعد عادل الفجر، ترجع لابراهيم جعفر. ابراهيم وسط الميدان يفتح جبهه لعب على الجهه اليمنى. اموتو السبت، واموتو السبت عايز جنوب سوداني عايز يعمل الاوفر، والاوفر ضربت في دانيال اودراغو، مرت الى خارج الميدان الى رميه تماس. هذه كفاح صالح الجيلي، الكفاح المدرب الابيض في النيل الابيض. صالح الجيلي بير لديه 7 انطلاقه اماميه. ياسر الفوله، مبدا السلامه بدون تعقيد بدون مشاكل الى خارج الميدان. رميه تماس لساليتاس البوركيني. على فكره ساليتاس يقبع في المركز الخامس، لعب 12 مباراه بفرق 3 نقاط على الفريق المتصدر. هذه انطلاقه سونابيل، وهذه فيها خطا، هذه فيها خطا بمكان خطير على حدود منطقه الجزاء للاعب الياس دياندا. الركله حره مباشره لساليتاس البوركيني، واكرم يوجه جدار الدفاعي
لفريق ابو القاسم عبد العال. إعارة من نادي المريخ. أمل عطبرة لعب في الأمل الذهب للمريخ والآن على مستوى الإعارة. أدركت ثابتة. أبو بكر التراوري. أبو بكر التراوري. أوه خطيرة التسديدة من أبو بكر التراوري وتصدى لها أكرم الهادي سليم. مرت إلى رمية تماس. أخطر فرص اللقاء على الإطلاق بعد مرور 11 دقيقة. تصويبه من ركله ثابته مسافه قريبه وادي بواساه جول. هدف اول في غفله من الدفاع. نعم بواساه يهرب من الجميع ويواجه اكرم الهادي ويضع الكره في الشباك يفتتح مجال التسجيل بعد مرور 11 دقيقه لعب. ساليتاس البوركيني يدون اول اهداف اللقاء. هدف اول لساليتاس. كرة لعبت تصدى عليها أكرم ذهبت إلى الجهة اليسرى. رفعت الكرة من المدافع ميشيل أوجو خلف المدافعين وتسلل لها اللاعب أوليفر بواسي ووضع الكرة في الشباك بعد أن واجه أكرم الهادي مسجلا أول أهداف المباراة. على فكرة أوليفر بواسي سجل في أشانتي جولد هدفين التأهل لفريق ساليتاس. ساليتاس فاز 2-1 على أشانتي جولد في الدور التمهيدي. ياسر الفولة طبعا فاز على شانتي جولد 2-1. تعادل 0-0 في غانا. هذه انطلاقه اماميه. دانيال اودراغو الياس دياندا او هين سامي هين ضربت في الياس دياندا تمشي في وسط الميدان. هذه عادل فجر من لمس او الوك اكيج يرجع يمر الكره تمشي لابراهيم جعفر في وسط الميدان. ابراهيم يبحث عن رفيق يبحث عن عادل. كره ملعوبه اماميه لعادل فجر وعادل يخزن كورته. يلقى الحل الفردي عادل بالقرب من رايه الكورنر عايز يعدي مضغوط عليه يلقى الحل الفردي لكن القوه والمهاره طبعا للمدافع سوموغوما كابوري يرسل كره اماميه يحصل عليها المدافع مصطفى اجاجي مدافع كركوج البحراوي السابق. مصطفى اجاجي طبعا اسم مصطفى اجاجي دائما ما يلح في الاذهان الكثير. مصطفى اجاجي لاعب الدوري السوداني ولاعب نادي الهلال الاسبق. ميشيل أوجو اليوم طبعا عدد من المباريات على مستوى كاس الاتحاد الافريقي. سبت اموتو السبت في وسط الميدان. هذه كره ملعوبه من جمعه عباس لعادل فجر مقطوعه اصطاد المدافع سوموغوما كابوري لدانيال اودراغو. هربت من اودراغو ذهبت الى خارج الميدان. رميه تماس بسرعه اموتو سبت يرسل كره اماميه لكن بعيده. جمعه عباس مرت الى خارج الميدان. رميه تماس لفهود الشمال. 14 دقيقه لعب. مشاهدي قناه النيل الازرق وساليتاس البوركيني تقدم على الامل عطبراوي بهدف اوليفر بواسي. هذه رميه التماس شباب الركنيه مبعده من المدافع سوغومو كابوري الياس رجعت مقطوعه. ياسر الفول يتقدم وياسر مع ابراهيم جعفر مع عباس. جمعه عايز يعدي الضغط عليه وجمعه شوف لاعبين ساليتاس الجزء القوه البنيه الجسديه اقوياء لذلك يجب على لاعبي الامل عطبره عدم الاحتكاك واللعب الكره اول باول. ياسر الفوله اجاجي واجي يلعب مع اكرم الهادي. على فكره ده اول هدف يدخل مرمى الامل عطبره اللي فاز عطبره السوداني بيلعب امام كي زد الزنزباري. سبت اموتو يتقدم وسبت يرجع يمرر لجمعه قلق. جمعه قلق يهدي الاوضاع يبحث عن رفيق جمعه يتعدى خط المنتصف. شوف الاختلاط بالكره كثيرا من جمعه الان يحصل على خط. يجب عدم تعقيد الكره وتفادي اللعب مع اجسام لاعبي الفريق البوركيني. مصطفى اجاجي عبدين اسماعيل الوك اكيج يمشي والوك عمل واحده اماميه رجعت مقطوعه تذهب بعد ذلك الى مصطفى اجاجي. سيطر الفريق الامل في هذه الاثناء. تراجع لفريق ساليتاس البوركيني في منتصف ميدانه. كل اللاعبين ابراهيم جعفر في وسط الميدان باللمسه. الوك اكيج يمشي عدى مره يمشي الضغط لك شوف المهاره الضغط العالي اللي بيمارسه فريق ساليتاس على لاعبي الامل وعلى اللاعب حامل الكره. لذلك يجب لعب بسرعه واللعب من لمسه حتى تتسهل الامور على فريق الامل عطبراوي لانه حتى عمليه اللعب والاحتفاظ بالكره اكثر يتيح الفرصه للاعبي ساليتاس العوده الى مناطقهم الدفاعيه. كره تتحول. دانيال اودراغو يتقدم. اتعملت الاماميه. الياس دياندا عايز يعدي الضغط عليه فيها خطا على ياسر فوله من على الجانب قائد فهود الشمال. عدم التوتر
وعدم القلق. لعب مباراة تفاصيل دقيقة، تفاصيل صغيرة من الممكن أن تحسم الماتش، والأمل من الممكن يعود في أي لحظة. لذلك المباراة تلعب على تفاصيل وعلى جزئيات، لذلك يجب التركيز عليها جيدا. لقاء صعب بمعنى ما تحمل الكلمة أمام بطل بوركينا فاسو. دانيال أودراغو وإلياس وبوبكر تراوري. بوبكر تراوري في القائمة الأول، وأكرم الهادي. برافو، حلوة من بوبكر تراوري وأحلى من أكرم الهادي سليم. أدي أكرم يرسل الكرة بقبضة اليد، ترجع من ميشيل أوجو. مصطفى أجج تلعبت أمامية، ضغط العالي، مرت إلى خارج الميدان، رمية تماس لساليتاس. ميشيل أوجو الظهير الأيسر أمام العطبرة. هذه ثالث مشاركة اليوم في كأس الاتحاد الأفريقي، الأولى كانت عام 2010 يوم ما طبعا خسروا أمام أتراكو الرواندي 0-2 في الدور التمهيدي قبل أن يفوزوا بهدفين للطاهر حماد. وعلى فكرة الطاهر حماد هو أول من سجل الأمل إفريقيا على مستوى كأس الاتحاد الأفريقي، وهو هداف الفريق إفريقيا، يملك 4 أهداف. حماد لا يرجع يلعب مع أكرم الهادي سليم، وأكرم على قلب من مهله يخرج بها خارج منطقة الجزاء. ودي أكرم يرسل الكرة بحثا عن بادين، ودي بادين لكن مقطوعة من مارتي بولو. إبراهيم جعفر بهادين حسب بهادين يرسل الكرة لكن بعيدة. بهادين أقرب لدفاع ساليتاس البوركيني. العطبر عمل مشاوير على مستوى كأس الاتحاد الأفريقي في 2010 و2012 صحبة المدرب مورينيو محمد الطيب، عمل نتائج مبهرة على مستوى كأس الاتحاد الأفريقي. هذه عودة بعد غياب دام حوالي 8 سنوات من المشاركات الأفريقية لفريق الأمل عطبرة. المدرب كفاح صالح. هذه كرة ملعوبة لعادل الفجر، انطلاقة لعادل لكن بعيدة على عادل وأقرب للحارس رابن عثماني. حتى الآن تصويبتين فقط في الماتش، أولى كانت من إبراهيم جعفر من وسط الميدان، كانت في حضان الحارس الرابن عثماني، وتصويبتين لفريق ساليتاس تصدى لها أكرم الهادي، والثانية سجل منها بواسي هدف المباراة الوحيد. إبراهيم جعفر على الدائرة يلعب مع جمعة قلق من لمس، حاول يلعب على لمسة. إبراهيم جعفر بعيدة على جمعة قلق، مرت إلى خارج الميدان، رمية تماس لساليتاس البوركيني. سامين وسامين إلياس أو تراوري، سامين وسامين يرجع لكاليفا إنكيما لدانيال أودراغو لبوبكر تراوري. بوبكر تراوري يتقدم، يمشي بوبكر يتقدم اللاعب اليساري، يرسل كرة لميشيل أوجو، وميشيل أوجو والكرة هربت مرة، تحولت إلى 55 لأكرم الهادي سليم. 19 دقيقة يا من تتابع ويا من تشاهد عبر قناة النيل الأزرق. الأمل العطبراوي السوداني وساليتاس البوركيني، نتيجة تقدم نادي ساليتاس بهدف لأوليفر بواسي بحلول الدقيقة 11. هذه كرة ملعوبة لعادل فجر، هذه عادل فجر كان ماشي من اللاعبين وسقوط داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء سليمان حامد يعتبر تدخل عادي. على فكرة سليمان حامد بدأ التحكيم في عام 2002 ونال الشارة الدولية في عام 2015. أدار بطولات الكاف تحت 20 سنة شباب وتحت 23 سنة منتخبات أولمبية. كاليفا أو ميشيل أوجو يحصل على خطأ، تتحول لدانيال أودراغو يتقدم، أودراغو يرسل كرة أمامية سامين لتراوري. تراوري على فكرة تراوري عدى، تراوري تعبت الأوفر وحذار الرقابة على أوليفر بواس. هذه كرة استلامة بطريقة جميلة لبلاسومو كوليبالي لدانيال أودراغو تعاملت الكرة أمامية. إبراهيم جعفر عامل تغطية مثالية، وإبراهيم جعفر دينامو متحرك في وسط ميدان الأمل. هذه ياسر الفولة أمامية، هذه راسية من أبو القاسم، وأبو القاسم لأليك، الله عليك أكيج، عدى أكيج كنترول ممتاز، لكن يحصل فيه على خط. أكيج لاعب مميز يملك إمكانيات كبيرة. أكيج تألق مع مريخ كوستي،
ثم بعد ذلك مع المريخ والشرطه القضارف، وحاليا يلعب مع اهلي القضارف اخر مواسم قبل الانتقال لنادي الامل العضبراوي. هذه مشاوير لالوك اكيج، لاعب موهوب، اللاعب الجنوب السوداني. هذه كره ملعوبه في العمق، سيطر عليها عادل فجر، وعادل عدى يمر لالوك، والوك لعادل، وعادل يتقدم، وعادل في منطقه الجزاء وعدى مره. شوف التغطيه، التغطيه الجسمانيه والضغط الجسدي كان لصالح الفريق البوركيني. هذه تراوري، تراوري مره، تراوري هذه اخطر، هذه اخطر. حذاري من بواسي، حذاري من بواسي، بواسي عدى، بواسي مره، وهذه خطيره. الهين ساميان 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 خطيرة لساليتاس البوركيني، وحذاري من الفراغات، وحذاري من الارتداد الهجومي. بواسام مع تراوري عاملين قوة هجومية ضاربة، معهم تحركات كبيرة على فكرة لساليتاس. لحظة الزيادة العددية، لحظة تقدم الكرة في منطقة الأمل العضبراوي، لذلك يجب على يبيع العمل الحيطة والحذر. على فكرة وبكري تراوري مميز، يلعب بكلتا القدمين، مرة يمين مرة يسار. كوليبالي مديه حرية، هذه ركلة زاوية من انكيما، انكيما على القائمة الثاني، واكرم الهادي أعلى من الجميع. واكرم لألوك، ألوك أكيج، أكيج عايز يعدي. شوف دائما نلعب، شوف لعب الكرة أسرع، العب الكرة انكيما، كاليف انكيما، انكيما وانكيما اتعمت الأوفر، ومرت بسلام إلى 5 لأكرم الهادي سليم. شوف الاحتفاظ بالكرة، محاولة المراوغة دائما ما تأتي بأخطاء وكرات عكسية ترتد على الفريق بشكل أخطر، لذلك يجب لعب الكرة أسرع، سرع الإيقاع، العب من لمسة حتى تجد ثغرات في دفاع ساليتاس. أكرم الهادي فيها خطأ، ودي خطأ على بهاء الدين، اللاعب المرغني كسر السابق. أودراغو دانييل، ياسر فولا، وخطأ لسامين. على فكرة سامين هو لاعب، أو ده هو ده أوليفر بواسي، أوليفر بواسي صاحب هدف المباراة الوحيد، طول قامة وبنية جسدية قوية، تمركز جيد، تحركات خلف المدافعين، لأنه دائما يتحرك في المنطقة المظلمة، تحركات كلها بالكرة تكون لأبو بكر وتكون لإلياس دياندا اللي بيلعبوا على أطراف الميدان بجانب سامين اللي بيأتي من العمق، بالإضافة للزيادة العديدة بتأتي من طرفي دانييل أودراغو وميشيل أوجو. أدرك ثابتة، أودراغو أبو بكر تراوري، تراوري وياسر الفولة من العمق، ياسر الفولة من العمق، وأكرم الهادي، وأكرم الهادي، أكرم الهادي فيها خطأ، فيها خطأ. تلعب بسرعة يسابق الزمن، ودي الكرة تتحول لأموتو سبت، أموتو سبت بحث عن عادل فجر وبهاء الدين حسن. ادي عادل سيطر عليه، عادل يمكن بطريقة جميلة، يبحث عن رفيق، يرجع يمرر لقلق، ودي قلق عايز يعدي، وقلق يطلع له سبت اموتو، ودي اموتو سبت عملت الاوفر على القائمة الثاني. اوه، ورابن عثماني يبعد الخطر، ابراهيم جعفر يعيده، الوك اكيج، الوك عايز يعدي، عمل له اوفرلاب لكن يختار بكعب القدم، يمرر فيها التمرير الدفاع مبعدة من الدفاع، يرجع يلم ابراهيم جعفر والضغط للامل. هذه كرة ملعوبة تتحول بحثا عن ثبت اموتو، لكن الدفاع يبعدها، تمشي لتراوري، حذاري من تراوري، انطلاقات تراوري، يملك قدم يسارية قوية، ايضا القدم اليمنى يتحرك بها في كل مكان تجد اللاعب ابو بكر تراوري. كرة في وسط الميدان، هذه ملعوبة من اوليفر بواسي، رجعت بعد ذلك يسيطر عليها اجاجي، واجاجي من لمسه لابو القاسم، وابو القاسم لعبدين اسماعيل الى خارج الميدان، رمي التماس لنادي ساليتاس البوركيني. 25 او بدايه دقيقه 25. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النيل الازرق، ساليتاس البوركيني تقدم على الامل العضبراوي السوداني بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب اوليفر بواسي بحلول الدقيقه 11. على فكره ده ثالث هدف يسجل اوليفر بواسي في كاس الاتحاد الافريقي بعد هدفين سجلوا في مرمى الاشانتي جولد. هذه كره قلق، وهذه قلق اماميه، اكيج، الله على اكيج، واكيج يعمل ديلاي، يبحث عن مساحه للتسديد، واكيج بعيدة على بهاء الدين. باكيج استلمها بطريقة جميلة لكن تأخر فيها، حاول يلمها مرة ثانية، إلى تواصل مع اللاعب قلق، لكن كنت أتمنى إنه يصوب في المرمى مباشرة دون التمرير، لأنه كان المساحة بعيد فيها بهاء الدين حسن عن الجميع. عموما مرت إلى خارج الميدان، بدأ الأمل ينشط هجوميا، بدأت تحركات مكثفة عن طريق الأطراف وعن طريق العمق للمدرب كفاح الذي يقف على المنطقة الفنية ويواصل في توجيهاته باستمرار. 5 للحارس رابن عثماني،
ياسر فولا حذاري من بواسي الزعام المخالفه. واحده يا فولا. ياسر عبد الله قائد فود الشمال. اكرم الهادي بحثا عن عادل فجر، الراسيه من ميشيل اوجو. ابراهيم ابو القاسم، وابو القاسم ترجع مره ثانيه، ترجع له في وسط الميدان من لمسه عاد توصل فيها مع الوك اكيج. ضغط العالي مرت لاوجو وتتحول بعد ذلك فيها خطا لاسماعيل عبدين اسماعيل. تدخل قوي سلامات لاعب ساقط من ارضيه الميدان من نادي ساليتاس البوركيني الذي يتقدم فريق البوركيني بهدف للا شيء. ساليتاس تفوق على اشانتي جولد 0-0 في غانا، ثم 2-1 هدفي اوليفر بواسي في اوغادوغو العاصمه البوركينيه. اما العطبراوي فاز على كي في زد من زنزبار بهدف لكابتن بشير الذي يغيب عن هذا اللقاء ذهابا هنا على هذا الميدان. ثم ثلاثيه نظيفه اكرم الهادي سليم وعادل فجر واكيج سجلوا ثلاثيه الامل العطبراوي. امل العطبره حل رابعا في بطوله الدوري بعد موسم مميز لفريق الامل العطبره في الدوري السوداني، عوده بعد غياب منذ عام 2013 المشاركات الافريقيه لفريق الامل العطبراوي. شارك في عام 2010 كاول مشاركه، كانت بقياده المدرب محمد الطيب مورينيو في مرتين، عمل فيها نجاحات كبيره. الفريق وصل الى دور ال 16 مكرر. عمل صراحه كان مشوار في عام 2010 تغلبوا على اتراكو الرواندي بركلات الترجيع بعد الفوز في عطبره 2-0 وخساره بنفس النتيجه في اتراكو في رواندا. طاهر حماد كان سجل ثنائيه الامل العطبراوي، ثم بعد ذلك فاز على كوستا دوسول باربع اهداف لهدفين. الطاهر حماد كان سجل يومها ثنائيه، ومجدي عبد المجيد واللاعب النيجيري ميلاكي سجلوا رباعيه الامل العطبره. ثم الخساره كانت 2-3 هناك في موزمبيق، ويومها سجل عبد الرحمن الفكي وداود محمد ثنائيه الامل العطبراوي. يومها سجل كان الفكي ضيع ركله جزاء لفريق الامل، لكن لم تمنع الامل من التاهل قبل ان يغادروا امام شباب بلوزداد الجزائري. فاز 1-0 في عطبره بهدف للطاهر حماد، يسجل 5 اهداف الطاهر مع فريق الامل. دي كره عاليه اماميه سهله في احضان حارس الرابن عثماني، وخسروا امام بلوزداد 0-2 في الجزائر ليغادر الفريق كان قريب من الوصول الى مرحله المجموعات. رابين بواسي بحثا عن اوليفر بواسي، وكرة تسديدة لكن سهلة للحارس أكرم. 28 دقيقة لعب، ساليتاس متقدم على الأمل بهدف. اللاعب اوليفر بواسي، ابراهيم جعفر، ثبت اموتو، يلا يا شباب ثبت، يرجع لابراهيم مرة ثانية، ابراهيم جعفر يبحث عن قلق، وقلق من لمسة تحت الضغط، وقلق يمرر لالوك اكيج، حركه دؤوبه في وسط الميدان. الوك اكيج برافو فريق الامل، يضع الكره على الارض، يلعب واحده، التعادل ياتي في اي وقت في اي لحظه. الوك اكيج، كره هربت من اكيج، ذهبت للاعب ميشيل اوجو، واوجو بعد ذلك لكاليف انكيما، وانكيما شوف هذه الضغط العالي، هذه انكيما لاعب الارتكاز يحتفظ بكره تحت الضغط. كل ما نضغط في مناطقهم الاماميه يخفف علينا الضغط، وفي نفس الوقت ايضا تكون الكره اسهل والوصول اقرب للمرمى عندما تكون الكره في منتصف ملعب ميدان ساليتاس البوركيني. ميشيل اوجو الظهير الايسر، ودي كره ملعوبه اماميه راسيه مبعده من ابراهيم جعفر، فيها خطا لالوك اكيج. طبعا كفاح صالح يلعب بتنظيم 4-2. ورقه صفراء تخرج، ورقه صفراء لساميين، ساميين يحصل على ورقه صفراء. ساميين اكاجي، الوك اكيج، قلق، مرت من قلق لثبت اموتو، وثبت اموتو تحملت الاوفر بحثا عن عادل فجري، مبعده من المدافع مارتين بولو، رجعت مرة ثانية ضغط لفريق الأمل، هذه إبراهيم جعفر من لمسة لعادل فجر، وعادل فجر داخل حدود منطقة الجزاء لكن مبعدة من فريق ساليتاس البوركيني. شوف الفريق البوركيني بيلعب من لمسة واحدة حتى لا يحصل هناك ضغط. هذه كرة ملعوبة سهلة عند الحارس أكرم الهادي، تنظيم الصفوف، بدي هجمة مرة أخرى من أكرم الهادي لياسر الفولة قائد فؤاد الشمال، ودي يتقدم
ياسر الفولة من لمسة مبعدة ترجع للاعب بلاسومو كوليبالي للاعب اودراغو دانييل اوليفر بواسي، وبواسي عايز يعدي لكن مبعدة بعد ذلك. شوف تبادل المراكز بين بواسي والساميين. ادي ثابت اموتو لقلق يرجع الساميين صانع الالعاب ساميين ترجع بعد ذلك ابو القاسم بالصدر في وسط الميدان ابراهيم جعفر الكرة بعد ذلك مرت الى خارج الميدان الى رمي التماس، لكن الحكم قبل ذلك يعمل صافرة الحكم سليمان حامد واحتسب خطأ لابراهيم جعفر. مباراة صعبة لكأس الاتحاد الافريقي، تنافس صعب وتنافس قوي وتنافس مثير. البطولة الثانية على مستوى القارة الافريقية. هذه انطلاقة امامية والتمهيد بصدى علوك اكيج، واكيج تحت الضغط الدفاع تدخل فيها بعدها الى ركلة زاوية هي الثانية في اللقاء والثانية للامل عطبراوي. فهل تاتي بالجديد بالنسبة لكتيبة الفهود اشبال المدرب كفاح صالح الذي لقب بالمنقذ، سناتي لها لاحقا. هذه ركلة زاوية الوك اكيج في تمريرة اتعمت الاوفر مرت الى ركلة الزاوية الثالثة للامل العطبراوي. ركلة زاوية، هذه ركلة الزاوية الثالثة. عابدين اسماعيل ملعوبة وتبحث عن راسية مرت تمشي ابراهيم جعفر وابراهيم يرجع يعمل الاوفر والوك اكيج وهذه خطيرة يا زول اوه يا بهادين مش ممكن كيف ضاعت هذه فرصة كانت مواتية للامل عطبراوي السوداني. نعم من خلال التمهيد من الوك اكيج براسية داخل حدود منطقة الجزاء، ولكن ضاعت بغرابة شديدة. لو عيدت مرة اخرى يا بهادين لن تضيع هذه الكرة، لكن ضاعت. لذلك هذه التفاصيل التي يتحدث عنها دوما، الفرص لا تأتي كثيرا ولكن عندما تأتي يجب أن نسجل. هذه كرة خطيرة وبواسيه عمل عليها سلايتنج أبعدها إلى ركلة زاوية في آخر نفس المدافع الجنوب السوداني مدافع الأمل السوداني إلى خارج الميدان. ركلة زاوية. الجيم مفتوح لكل التوقعات. مباراة مثيرة، مباراة ممتعة، فيها أداء جميل، فيها لمسات، فيها تحركات، فيها شغل بالنسبة للحاج كوليبالي وبالنسبة لكفاح. هذه ركلة زاوية متخصص بوبكر تراوري والركلة الزاوية وهذه ملعوبة على القائمة الأول. خطيرة الراسية مرت بسلام إلى ركلة مرمى. راسية من الياس دياندا. هذه كرة ملعوبة أمامية بهادين حسن وبهادين يحصل على خط. شوف الجيم مفتوح، الجيم جميل، الجيم ممتع، ممكن نرجع في أي لحظة في أي وقت من المباراة. يجب أن نتحلى بالثقة، يجب أن نقاتل أكثر بشراسة أكبر حتى نحصل على المراد. إبراهيم جعفر هذه كرة تشيب أمامي على حدود منطقة الجزاء. هذه راسية مبعدة من الدفاع البوركيني ترجع مرة ثانية ثابت أموتو من لمسة مع قلق لثابت لكن بعيدة. هذه مدافع دانييل اودراغو يبعد الخطر. اوليفر برافو عبد الله، برافو ياسر عبد الله. يجب عدم ترك الكرة من امامه. هذه انطلاقة امامية تراوري خطير لكن برافو اجي ترجع على اليمين. ابراهيم جعفر يرسل كرة امامية بهادين استقبال بالصدر. هذه بهادين استلم مع الدوران يبحث عن رفيق يبحث عن زميل يعمل كرة بعرض الميدان. جنب عادل الفجر يلعب القريب يلعب للقريب يا بهادين. واحدة الدقائق تمر والامل يبحث عن العودة. 34 دقيقة لعب، 11 دقيقة على نهاية الحصة الأولى وساليتاس متقدم بهدف لأوليفر بواسي. هذه من لمسة يرجع بها الوك اكيج لابراهيم جعفر وابراهيم جعفر على الدائرة يرجع يمر لابو القاسم وابو القاسم لابراهيم مرة ثانية وادي ابراهيم جعفر وابراهيم يرسل كرة أمامية لعادل الفجر وعادل والوك والدفاع متاعب دفاعية بالجملة لساليتاس. يجب أن نستثمر الضغط، يجب أن نستثمر تراجع فريق ساليتاس البوركيني في هذه الأثناء جراء الضغط المستمر لفريق الأمل في هذه الأثناء من أجل العودة. نعم نحتاج لهدف التعادل في الأول ثم بعد ذلك نبحث عن هدفا ثانيا. أبو القاسم مبعدة من أنكيما ياسر فولة عادل الفجر راسية مبعدة من سوغوما كابوري يرجع يستعيد مرة ثانية. جمعة قلق يمشي قلق يتقدم قلق وقلق يمر لعادل الفجر عايز يغطي كورته يحصل فيها خطأ. سليمان حامد من جيبوتي يحتسب خطأ لعادل الفجر. أمل يضغط في اللحظات الأخيرة بغية الوصول للمرمى
تحركات اكثر، تحركات اكبر عما كان عليه في بدايه الماتش. فتره جس النبض في البدايه كانت صعبه، بعد ذلك بعد 10 دقائق تحول اللعب وانفتح الجيم من الطرفين، وكان فريق ساليتاس هو الاخطر، فسجل هدف عن طريق اللاعب اوليفر بواسي بحلول الدقيقه 11 من كوره طبعا هرب بها، تسلل من وسط المدافعين وواجه اكرم الهادي وسجل الهدف الوحيد. اكرم الهادي تصدى لتسجيله ايضا كانت لبواسي من ركله ثابته من تراوري، عفوا كانت ركله حره مباشره ابعدها اكرم الهادي. عدا ذلك هناك تسديده كانت من ابراهيم جعفر ايضا ابعاد الحارس الرابن عثماني. هذه ركله ثابته ابراهيم جعفر تعاملت عاليه وبقبضه اليد وخطيره لقلق وقلق، الدفاع تدخل فيها ابعاد رابن عثماني. هذه ارتداد الهجوم اتكلم عنه، خطيره 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 خطيره. يطلع اكرم يطلع اكرم يطلع اكرم يغطي عليه اكرم ويغطي اكرم، رجع الدفاع ورجعت. الله على هذه العوده، الله على هذه العوده ما احلاها. تمشي لعادل فجر، يمشي عادل، يتقدم عادل، يتقدم عادل، شوف يتبطأ في الكوره، يحتفظ بالكوره اكثر. هذه الوك اكيج يحتفظ بالكوره اكثر، اكيج يرجع مره ثانيه ابو القاسم من لمسه خاطئه. كل ما يتاخر في الكوره، كل ما تتبطأ في الكوره يحصل على فريق ساليتاس. عبدين اسماعيل تعامل الاوفر، الوك اكيج واكيج داخل منطقه الجزاء واكيج خطيره والتعادل. كوره مرت من امام بهادين، كوره خطيره لنادي الامل عطبره. امل عطبراوي السوداني مرت الى خارج الميدان، رمي التماس ياسر الفوله. ماتش جميل، ماتش ممتع، لكن شوف اللحظه وشوف الهدوء اللي تحلى به اكرم الهادي. عمل انتظار، لم يذهب للاعب عشان يترك له المساحه والمساحه امامه، وبالتالي حتى انتظر الرفقاء للعوده، ومن ثم بعد ذلك انقض على بواسيه ليمنعه من فرصه اضافه هدف ثاني لفريق ساليتاس. شوف هذه الخبره تلعب دور، خبره تلعب دور، امكانيات كبيره لاكرم الهادي سليم، واحد من افضل الحراس في الفترة الألفية الجديدة، حارس يملك إمكانيات ومن طراز عالي لأكرم الهادي سليم. هذه كرة أوليفر بواسي معه ياسر فولا، ضغط الجسدي يكسب بواسي، ساميين وسامي مع أجاجي يغطي على كورته، أجاجي يحصل عليها لكن فيها خطأ لأجاجي، وده أجاجي سرعة لإبراهيم جعفر. إبراهيم جعفر يتقدم، الثلث الأخير محتاجين حركة ما بين قلق وبهادين حسن. هذه إضافة أمامية لبهادين لكن مبعدة من المدافع سوموغوما كابوري. يرجع يستعيد قلق، يمشي قلق وقلق عمل ديلي، قلق يبحث عن الرفيق، قلق من لمسه يمر لابو القاسم عبد العال، وابو القاسم عايز يعدي يمشي بقى يمر مالي قلق، وقلق يبحث عن الاوفر، واتعاملت الاوفر على القائمه الثانيه. وين اكاج؟ وين اكاج الراسيه؟ اوه خطيره مرت الى خارج الميدان، ركله مرمى لساليتاس البوركيني. فرص اتيحت لفريق الامل، كرات مرت لبهادين ولعادل الفجر ولألوك أكيج، كلها لم تستثمر الأهداف. الفرص كانت موجودة، كان أمل من أجل إدراك التعادل، وهذا يعطي أملا كبيرا من أجل العودة في هذه المباراة. 7 دقائق على نهاية الحصة الأولى، ساليتاس البوركيني يتقدم على الأمل السوداني بهدف وحيد، حمل توقيع على اللاعب أوليفر بواسي في الدقيقة 11 على انطلاقة الماتش. ماتش قوي، ماتش ممتع، ماتش مثير بين الفريقين، لذلك نتوقع كل شيء في هذه المباراة، كل شيء ممكن يحدث في هذه المباراة. لكن أتمنى الأمل يعدل النتيجة كأقل تقدير قبل نهاية الحصة الأولى. هذه كرة ملعوبة أمامية، رجعت من سوموغوما كابوري الراسية، كل الكرات العالية لمصلحة الفريق البوركيني. وضع الكرة على الأرض مهم، إبراهيم جعفر بعيدة على الثابت أموتو، يخرج بها اللاعب دانيال أودراغو تراوري عاد تراوري بعرض الميدان، تراوري يفتح زاوية عشان ما يسدد. لاعب يملك إمكانيات كبيرة صراحة، تراوري يلعب بالقدمين، وإن كانت اليسرى هي المميزة لكن يملك قدمين قويتين مع تحركات وذكاء. لاعب مميز جدا، دائما ما يبحث عن سامي هن اللي بيعمل الزيادة العددية في لحظة نزوله لوسط الميدان مع تحركات لأوليفر بواسي. هذه كرة ملعوبة أمامية تجي لبهادين، بهادين عايز يعدي يدخل منطقة الجزاء لكن أودراغو يكسب، يمر لسوموغوما كابوري، سوموغوما يرجع بعد ذلك لبلاسومو كوليبالي، وكوليبالي ساميين خروج لأكرم الهادي سليم، وأكرم يرسل الكرة إلى خارج الميدان، رمية تماس، سقوط لأكرم الهادي. سلامات لأكرم الهادي سليم. ماتش قوي وماتش مثير مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النيل الازرق. 5 دقائق على نهايه الحصه الاولى، وساليتاس البوركيني يتقدم على الامل السوداني بهدف وحيد، حمل توقيع اللاعب اوليفر بواسي. هذا ثالث هدف لاوليفر بواسي في كاس الاتحاد الافريقي هذا الموسم. اليوم طبعا عندنا مباريات
مباراة الثلاثاء والأربعاء في كأس الاتحاد الأفريقي. الثلاثاء الاتحاد المنستيري مع الأهلي طرابلس الليبي، نابس ستارز من زامبيا، يونياو دو سونغو موزمبيق، ساغراد سبرانزا أنغولا، أورلاندو بيراتس جنوب أفريقيا، جندارا ميري ناسيونال من النيجر شبيبة القبائل الجزائري، المقاولون العرب المصري، النجم الساحلي التونسي، الاتحاد الليبي، بيراميدز من مصر. عندهم برضه مباراة الأربعاء إن شاء الله، وبإذن الله تعالى التوفيق بين الهلال الأبيض اللي حينزل ضيف على نامينغو التنزاني، كيغالي رواندا، كيغالي رواندا، كامبالا سيتي يوغندا، جرين ايجلز زامبيا، كوتون سبورت كاميرون، دونسياس تشاد، وفاق ستيف الجزائري، اودزي براموش انغولا، موتيمو بومبي الكونغو، بولوفونتين سلتيك جنوب افريقيا، ريفرز يونايتد نيجيريا، وتفرق زينة الموريتاني، نهضة بركان حامل اللقب في النسخة الأخيرة، و هناك دراف داكار السنغالي، سان بيدرو من الكوت ديفوار، والاتحاد البيضاوي المغربي مع جوبي من بنين. وعلى فكرة جوبي كان أخرج نادي ساليتاس الموسم الماضي من الدور الأول بعد أن تعادلات ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 ثم أقصاه بركلات الترجيح في أوغادوغو العاصمة. خطأ على سامين، أبو القاسم عبد العال، إبراهيم جعفر تحت الضغط، دائما يخرج الكرة على طرف إبراهيم، أخرج الكرة على طرف العمق، خطر، ترجع الكرة لدانيال أودراغو، وأودراغو يرسل كرة لكن يحدد عليها دفاع الأمل عدبراوي، مصطفى قجي، إبراهيم جعفر، عابدين إسماعيل، وعابدين إسماعيل تمشي ساميين في وسط الميدان. شوف الضغط العالي لنادي الأمل عدبراوي، أدي أبو القاسم اللي في المساحة الخالية لعادل الفجر، وعادل الفجر لكن خروج الحارس روبن أوسماني حارس مرمى نادي ساليتاس البوركيني. هناك بعض الأسماء الموجودة بالنسبة للفريقين على بنش الاحتياط في الشوط الثاني. هناك أيضا برضو أسماء الموجودة لفريق الأمل العدبراوي. مارتين بولو، رابن أوسماني، ورابن أوسماني بحثا عن تراوري، تراوري عايد من التسلل، عايد من التسلل، ركلة حرة غير مباشرة. ياسر فولا يرسل كرة أمامية، ودي الراسية رجعت ومبعدة من دفاعات ساليتاس، ودي في العمق، وحذاري من الشروط، حذاري من الشروط، لازم يكون في عمق دفاعي، لازم يكون في عمق دفاعي ما بين مصطفى أجاجي وياسر فولا، واحد يكون متأخر خطوتين عن الثاني لأنه بيملكوا السرعات وبيلعبوا كرة في المساحات الخالية. لذلك عجب ما يتفاجأ بهدف ثاني، لذلك يجب الحيطة والحذر. ادي رمية التماس لدانيال أودراغو، وأودراغو لأبو بكر تراوري فيها رمية التماس لنادي الأمل. دقيقتين على نهاية الحصة الأولى. رمية التماس من سبت أموتو، ومبعدة من أودراغو. أبو القاسم جمعة قلق، وقلق عايز يعدي، قلق اتعملت وين في العمق، وهذه خطيرة، اوه رابن أوسماني، وهذه تسديدة مباغتة أيضا من عابدين إسماعيل، ترجع مرة ثانية، حذاري من الكونتر أتاك، وساليتاس في الأتاك على الجهة اليسرى. ميشيل أوجو، ميشيل هدي اللعب، الحمد لله هدي اللعب، رجع للخلف، يجب برضه كمان هنا يجب الحيطة والحذر، ودائما هناك الرؤية اللي في الخلف. أوجو، كاليفن كيما، وانكيما خاطئة. أبو القاسم عبد العال، أبو القاسم بالسرعة لقلق، وقلق يتقدم، يمشي قلق، وقلق يمر لبادين، ترجع مبعد من الدفاع، يرجع يستعيد الدفاع من مارتين بولي، ومارتين بولي تراوري عدى، تراوري مرة، تراوري يمر الكرة في المساحة الخالية، وياسر فولا يرجع بها لأكرم الهادي، وأكرم يمر لمصطفى أجاجي مدافع كركوج البحراوي السابق، يمر لإبراهيم جعفر. إبراهيم جعفر لاعب خبرة، لاعب المريخ ولاعب الأهلي خرطوم، يمر الكرة لإسماعيل عابدين، أكرم الهادي، كرة قلشت من أكرم، إسماعيل عابدين، ودراسية. شوف ساميين يعمل بعملية الضغط ويكسب، برافو برافو عابدين إسماعيل، يحصل على رمية التماس. رمية التماس في الدقيقة الأخيرة، خلاص أشركت على النهاية. 45 دقيقة. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قطني الأزرق، الأمل العدبراوي السوداني وساليتاس البوركيني، ويتقدم فريق ساليتاس بهدف. دقيقة واحدة كوقت بديل، دقيقة واحدة كوقت بديل
أشار لها الحكم الرابع صدام منصور. رمي التماس لساليتاس دانيال أودراغو، الظهير الأيمن، وادي أودراغو لأبو بكر تراوري. تراوري بكعب القدم، تعاملت وسبت آموتو، تعاملت الأوفر والتدخل في الوقت المناسب. نعم، باللحظة الأخيرة انقضى عليها المدافع مصطفى أجاجي وأبعدها إلى ركلة زاوية، هي الزاوية الثانية لنادي ساليتاس والرابعة في اللقاء، بواقع 3 أو 5 في اللقاء، لأنه 3 ركلات ركنية لفريق الأمل العطبراوي. ادي ابو بكر تراوري متخصص ومتعهد الكرة الثابتة، هذه كرة ملعوبة على القائم الأول مبعدة من باد. في ذات اللحظات مشاهدينا مشاهدي قناة النيل الأزرق، حكم اللقاء الدولي الجيبوتي سليمان حامد ينهي أحداث شوط أول مثير، شوط أول قوي من الطرفين، أنهاه ساليتاس بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب أوليفر بواسي في الدقيقة 11. إذا شوط أول قوي من الطرفين. الشوط الثاني اللقاء والملتقى، لا تذهبوا بعيدا، كونوا معنا عبر شاشة قناة النيل الأزرق.